بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الطاجين المكرونة بالسجق. ما شاء الله جميل. تحفة حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله ده الخضار اللي احنا هنستخدمه النهاردة. معانا مكرونة ومعانا خضار فلفل الوان وبصل وطماطم. الطماطم طبعا عشان المكرونة، والفلفل الالوان والفلفل الاخضر عشان السجق. هنعمل بيه خلطة كده جميلة ان شاء الله تعجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلكم ان شاء الله. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم وتكونوا بتستفادوا مني باي معلومة. هنبدأ كده بسم الله على بركة الله. هنجيب مع بعض كده حلة فيها حبة زيت، وهنخرط بصلتين تبشريهم تضربوهم في الكبة اللي يريحك. هنحطهم مع بعض كده بحبة زيت على النار، نار متوسطة، ونقلبهم كده. عايزاهم ياخدوا لون يدوب ذهبي كده عشان تبقى التسبيكة بتاعتنا مسكرة وخفيفة. لون ذهبي كده جميل. هكون هنا ضربت الطماطم وهفضيها كده على البصلة واقلب مع بعض. هنا معايا ملح ومعلقة سكر وبهارات لحمة وفلفل اسود. بس لو في مكعبات ماجي حطي مكعب ماجي. طبعا لما تحطي ماجي خلي بالك من الملح. هسيبها هنا تتسبك على نار عالية الاول، ونرجع نشوف خضارنا ونرجع تاني للتسبيك. هنا معايا، انا مش الفيديو بقى مبقاش طويل عليكم، خرطت انا البصلة والفلفل الالوان، اي بقى حاجة اصفر بس احمر بس اخضر بس اللي موجودة عندك اشتغلي بيه. طبعا اللي بيحب الحراق يقطع قرن فلفل حراق مع الخضار. هنا بقى معانا نص كيلو سجق. تقطعيه كده وهو متلج، تقطعيه كده طرنشات صغنونة. طبعا هنا بقى الوصفة دي بتنفع ببانيه، تعملي نفس الخطوات كده هنعملها مع بعض. شاورما، انا هنا عاملة شاورمة السجق، تعمليها بالبانيه، تعمليها باللحمة المفرومة. بس اللحمة المفرومة بقى هنعصج اللحمة بطريقة تاني. هنجيب هنا صينية كده فيها معلقتين زيت ومش هنكتر عشان طبعا السجق بتاعنا بيبقى فيه الدهون بتاعته والتوابل بتاعته. هننزل اول، انا طريقتي مختلفة في الشاورما عشان انا مش بحب احط البانيه الاول او السجق الاول وارجع احط الخضار عشان بينزل مية. لا، انا بحط الاول الخضار كده، بدبل البصلة كده كده زي ما شايفين، بقلبها كده تقليبتين، بدبلها واطلع السكر اللي فيها. طبعا البصل كله سكريات طبيعية. وبنزل هنا بقى بالفلفل الالوان، مش هيفرق اي حاجة، كله على بعضيه. بشوح الخضار بتاعي حلو قوي بحيث يسخن مع بعض كده وعلى نار عالية. التشويحة دي بقى بتفرق قوي 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 قبل السجق او قبل البانيه، عشان خاطر بتخلي الخضار ما يحتفظ بالمية جواه ما ينزلهاش، عشان طبعا النار عالية. وفي نفس الوقت لما اجي احط السجق او البانيه ميبقاش فيه ميه في الصينيه، الخضار ما ينزلش ميته. انا هنا اوريكم التسبيكه، انا حطها على العين التانية غليت، رحت موطيه عليها ورحت نقلها على العين التانية. هنا برجع الخضار لورا كده شويه واحط بقى السجق في النص. طبعا النار عاليه كده 5 دقايق، واروح مقلبه كل كده المكونات مع بعضيها. ما شاء الله لا بينزل ميه الخضار ولا السجق، نار عاليه. بشوح كله كده مع بعضيه. وهنا بقى رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة بهارات اللحمة عشان خاطر الخضار بس. انما طبعا السجق بتاعنا فيه كل التوابل بتاعته والمادة الدهنية، فما بيحتاجش اي توابل ولا ملح، لان هو طبعا بيبقى فيه كل حاجته. ده سجق بلدي. وهنا بوريكي كده، بصي مفيش اي سوائل نزلت من اللحمة ولا من السجق عشان النار عالية وانا مشوحة الخضار الاول. صراحة بتفرق الخطوة دي قوي وبتخلي طعم الشاورما. يعني هي كده الشاورما دي تقدري تعملي جنبها بطاطس محمرة، تقدري تعملي جنبها مكرونة بس كده مش طاجن لو مش حابة موضوع الطاجن. بس صراحة بتبقى جميلة. والطاجن ده عايز طبعا الشتاء، انا بعمله في الشتاء لان بيبقى الجو ساقعة وبيبقى سخن، يطلع من الفرن تقدميه على طول. هنا طبعا التسبيكة اتسبكت معايا، رحت مزوداها كوباية ونص مية. الكمية دي هتعمل كيسين مكرونة، طاجنين، طاجن كبير وطاجن صغير. انا بعمل واحد صغير وواحد كبير. هنا طبعا اتسبكت خلاص، نزلتها وانا كنت ظبطت الحقيقة بتاعها. طبعا زي ما شفتوا كنت حاطه ملح والسكر والفلفل الاسود برضو والسبع بهارات اللي هي بهارات اللحمه، ومش مكتره اي حاجه تاني لان السجق بيبقى كله توابل وبيبقى متظبط، التوابل بتاعته متظبطه عشان خاطر كل المقادير. هنا هنركب الطاجن كله على بعضيه فيبقى كله ايه، متظبط الحقيقة بتاعه مع بعض. طبعا بجيب الطاجن كده، بحط هنا كده السجق اللي احنا عاملينه، بفضيه كده في القعر بتاع الطاجن، برصه جنب بعضيه وبظبطه. طبعا تعملي طاجن واحد بكيس مفيش مشكله. انا هنا بقى طبعا ما بسلقش المكرونه خالص، بعملها نيه زي بره، زي الطواجن بتاع المحلات الكشري، بتبقى بالكبده وباللحمه وبالفراخ.
هنا طبعا التسبيكه كده لازم أن تكون بتغلي زي ما وريتها لكم في الفيديو، لان هنا لو الصلصه مش سخنه قوي طبعا المكرونه هتعجن. هنا السجق مش مشكله يعني يكون عاملاه وركناه مفيش مشكله، لكن هنا التسبيكه لازم أن تكون بتغلي، تنزل من على البوتاجاز تسقي على طول المكرونه. انا كده بقى بوسع للتسبيكه انها تنزل تحت بحيث تكون كل المكرونه واصل لها الصوص بتاعها والتسبيكه بتاعتها. بدي الكميه كده اهو، بغطي الطاجن كله بالتسبيكه، وطبعا احنا مزودين التسبيكه فكده السوائل بتاعتها مظبوطه، تغطي الطاجن زي الرز زي ما بيتعامل مع الرز. وهنا بقى اغطي كده بورق السلوفان، بغطا استانلس، بصينيه استانلس، اللي موجود اشتغلي بيه، متوقفيش نفسك عشان حاجه، وشغلي نفسك باللي عندك في بيتك، شغلي نفسك بيه. ما عنديش ورقه فوين، بحط غطا استانلس او صينيه استانلس وبغطيه وبدخلها الفرن. الفرن طبعا نار عاليه، وادخل الطاجن بياخد من نص ساعه لساعه الا ربع. انا نص يعني انا خد مني النهارده ساعه الا ربع. بحط الاول كده نار عاليه، واخر ربع ساعه او 10 دقايق بهدي عليهم النار، بيطلع كده ما شاء الله زي ما شايفين. طبعا انا بشوفه الاول وهو في السوا، برفع الفويل واشوف السوا بتاع المكرونه. خلاص استوى، بهدي عليه بقى 10 دقايق كده على نار هاديه عشان يتظبط كله مع بعضيه. هنا بفضي مع بعض الطواجن اهو، بس طبعا تستني عليه لما يهدى شويه عشان ما ينفعش تقلبيه سخن قوي كده. انا بالمعلقه كده بوسع الجناب وبنزله. طبعا ده صوص التسبيكه بتاعته بتبقى تحفه وجميله، بتبقى جوسي كلها كده ببعضيها. هنا الصوص اللي نزل دوت انا بحطه تاني على المكرونه كده من على الجناب زي ما هتشوفي معايا. انا حطيت بس صينيه تحتيه عشان خاطر الصوص بتاعها ما ينزلش على الرخامه، لان طبعا انا بحطه كده على جنب على الحواف بتاع الصينيه بتاع الطاجن بتاع المكرونه، عشان بينزل عليها بيبقى الصوص بتاعها ما شاء الله. زي ما شايفين كده المكرونه مستويه، طبعا سخن مولع، هو عايز جو الساقعه او البرد. الطواجن دي بتبقى صراحه تحفه في الساقعه. وهنا لو عجبك الفيديو متنسيش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.